السلام عليكم ومرحبا بكم في لا فيديو تاع نهار اليوم اللي جبت لكم فيه وصفه عجينه السكر اللي طلبتوها بكثره، لكن بوسائل بسيطه بمكونات متواجده في كل بيت، والاهم من ذلك البنات بدون تايلوز. لكن هذه العجينه البنات نخدموا بها فقط الورود ولا لي صابلي كما راكم تلاحظوا في الصوره، يعني نحطوهم فوق لي صابلي نشكلوها في ليمول تاع السيليكون. نبدو بسم الله على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير بلا ما ننسوا الصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة اللي وضعتها في الريسيبيون تاعي بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وضفت معه ملعقة كبيرة تاع عصير ليمون. وعندي هنايا الجلوكوز البنات، السعر تاعه راه من 25 حتى 28، كاين في بعض المناطق حتى 30,000. لكن البنات هذه العلبة يعني بقات لي سنة كاملة، بالرغم من أنني ندير بها بزاف وصفات، يعني علبة تشد معاكم سنة. هنايا كما رانا نعرفوا باللي الجلوكوز البنات يعني صعيب باش نحوه بالملعقه. اذا الحاجه اللي ديروها ديجا راني وريت لكم هذه الطريقه في الفيديو تاع البقلاوه بريستيج. تجيبوا يعني كاسرونه فيها شويه تاع الماء ساخن وتوضعوا هذيك العلبه تاعكم، غير في هذاك لو طون اللي تطرى معنا نقدروا ندخلوا هذيك الملعقه باش ننزعوا. عندنا ملعقه ممتلئه مليح تاع جلوكوز، حطيتها مع هذاك بيضاء وملعقه كبيره تاع عصير ليمون. تبغوا تخلطوهم مع بعض في البدايه وتضيفوا السكر، تبغوا تخلطوهم هكذاك يعني مع السكر مباشره، لكن السكر نديروا غير بالتدريج. السكر الناعم من الافضل تغربلوه البنات. كما راكم تلاحظوا كاننا رانا نخدموا في الطليه ولا في الكلاصاج تاعنا، طريقه بسيطه البنات، يعني خاصه المبتدئات اللي شفتهم يعني في الجروب طلبوني بزاف على الوصفه، وراني ديجا حطيتها العام الماضي مكتوبه. يعني طبعتها دوائر وحطيت كما شفتوا يعني في الصوره، حطيتها فوق الصابلي. هنايا البنات وخرت شويه من الخليط تاعي باسكو علاش كميه السكر الناعم يعني ما كانتش عندي يعني كميه كبيره. هنايا كما لاحظتوا وضعت ملعقه تاع نشاء، وراني نكمل في السكر الناعم حتى اللي نبقوا نعجنوا فيها حتى لين تحصلوا على عجينه تكون طريه. ملاحظه هنا يا البنات، في هذه المرحله تقدروا تضيفوا لاغوم تاعكم ولا الملون ولا الالوان اللي يعني نتوما راكم حابينها في هذه عجينه السكر، ولا حاجه اخرى تقدروا تخلوها بيضاء تضيفوا لها الكولورون الابيض، يعني الملون الابيض هذاك اللي يجي غبره، ولا البنات تخلوها يعني بيضه سامبل. وفيما بعد تمزجوا، نوري لكم ان شاء الله فيديو اخر كيفاش تمزجوا الالوان تاع عجينه السكر. انا هنايا البنات كنت راح نديرها في صابلي هذا اللي يظهر امامكم، يعني كنت باغي نشكلها ورود فقط ونوضعها فوق الصابلي. راني ديجا محضرت لكم فيديو ان شاء الله يا ربي في الاعداد القادمه يعني نبارطاجيه معكم، اللي هو فيديو عفوا اللي هو صابلي بريستيج تاع ذوق الفراوله سوبر كريم صنع منزلي ايضا بالفراوله. راني هنا نعجن في العجينه تاعي، هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها. ونوريكم هنا أنا عندي هذا المول قديم البنات، راكم تعرفوا هذا المول ما كاش اللي ما عندهاش هذا المول، خاصه اللي تخدم الكاطو، يعني سهل وبسيط ويجي ظريف بزاف. حاجه سهله، نمسحوا غير بقطره تاع زيت فقط، نوضعوا شويه يعني ونخرجوا الورود تاعنا ونخلوهم ينشفوا ونزينوا بهم الصابون. اذا البنات الحاجه المهمه اللي بغيت نوريها لكم هذو الورود اللي راهم توندونس بزاف. هنايا كنت ديجا خدمت هذا يعني مقطع اخر البنات صورته في يوم اخر. هنايا عندي شويه من عجينه السكر اللي خدمتها. فيما بعد يعني في اخر الفيديو تبعوا معايا فقط الاخير راح نوري لكم كيفاش الالوان اللي مزجتهم مع بعضهم بعض باش تحصلت على هذا اللون اللي هو بلو غولواز البنات. هذا يعني معروف عفوا الازرق القاتم. دمجت يعني الازرق غبره، ودمجت ايضا الازرق سائل، درت رشه من الملون الاسود وقطره من الملون البنفسجي باش تحصلت على هذا اللون. يعني البنات انا ما شفته حتى في مكان هذا دمج الالوان، الا انني بالخبره تاعي بقيت ندمج نماري يعني في الكولور تحصلت على هذا اللون. نجيبوا هذه القطاعات البنات راهم يعني زوج ب 28 ميل، ولا تلقوا ثلاثه ب 30 ولا 35 ميل، يعني كل وحده كيفاش تلقوهم ايضا وحدهم، يعني كل وحده تنباع وحدها. بعد اللي حليت العجينه تاعي كما لاحظتوا لازم البنات نرشوا شويه تاع لا مايزينا،
نقطه مهمه كي تحلوها حلو غير بشويه وبقوا تهزوا في العجينات تاعكم كيما لاحظتوا معايا باش ما تلصق لكمش. يعني راني نركز لكم هذه العجينه ما فيهاش تايلوز، يعني شويه خاصه للمبتدئات تغبنكم اذا ما هزيتوهاش وما درتولهاش لا مايزينا، باسكو اللي فيها العجينه السكر اللي فيها التايلوز البنات تساعدكم، يعني تبقى تتعلك معاكم، يعني كيما درتولها تمشي معاكم. لكن هذه البنات لو كان يعني ما تغطوهاش، لو كان ما تكونوش فيت يعني في الخدمه تاعها يعني تتكسر لكم شويه. راني نركز معكم، لكن على بالي باللي اغلبيتكم شاطرات وعلى بالي بنات بلادي يحصلها، يعني على بالي باللي رايحين تسيسوها. لازم الصبر البنات تصبروا معها. شفتوا كيفاش راني ندير؟ يعني قطعت هذيك الورده وجبت هذا الاداه هذو يعني الخاصين بالحلويات يساعدوا مليح كيما شفتوا هذاك الشكل المخروطي. بقيت نحط الاصبع تاعي يعني وندرج فيها. راح نوري لكم حبه اخرى لكن حبه تكون كبيره. عندي هادو ليمون تاع السيليكون تاع الدوامه وضحت فيهم الوريدات الصغار، وبقيت كيما لاحظتوا يعني في الاطراف، يعني الصوره راهي توضح في نفسها بالاطراف غير بالاصابع تاعي. بقيت نثني فيهم يعني كانني نشكم فيهم، كل وحده كيفاش تقول يعني في المنطقه تاعها، احنا نقولوا يعني نبلي كانني راني نبلي في الاطراف. هنايا بالنسبه للورود الكبيره، هنايا الورود الكبيره البنات هادو يعني نديروا فوق الحنيونات ولا الكعيكات، يعني ما يجوا باسلين شويه فوق العرايش. اذا نتوما هادو الصغار هما اللي تستعملوهم في العرايش. كما كنت تلاحظوا راني نضغط هذاك الشكل المخروطي يعني وندور في نفس الوقت باش يعني نحاول نرقق الاطراف، ونجيب هذو الكبار البنات نوضعوهم في هذو المول تاع الكعكات يعني في الوسط باش يتشكلونا، وهكذا غير بالاصابع نبقوا نثنوا فيهم كما قلت لكم باش نمدوا لهم الشكل تاع الورده. تقدروا كي تنشف هذيك الورده الصغيره تحطوها في وسط الورده الصغيره الكبيره عفوا، تشكلوا بها المخبز خاصه اذا كان دائري وشكل كبير، ولا الكعكات يعني فوق العرايش شويه يجوا باسلين لازم تستعملوا الورده الصغيره. هنايا ملاحظه اخرى البنات، شفتوا يعني مين برت حليت العجينه طبحتها خشينه شويه. علاش؟ رايحين نرقوا الاطراف. شوفوا كيفاش نبقوا لازم ترقوهم مليح وتبقوا تهزوا في هذيك الحبه باش ما تلصق لكمش. راني ناكد ونعاود البنات باسكو ما فيهاش التايلوز. اللي عندها تايلوز مانيش نقول ما تستعملوش البنات التايلوز، انا فقط جبتها لكم اقتصاديه، كان لي يعني ما يكونش متواجد في المنطقه تاعهم. اذا تقول يعني عندي كل المكونات ما عنديش تايلوز ما نقدرش نخدم لاباطا سيغ، انا نقول لك لا تقدري تخدميها لكن تبعي هذه الخطوات تاعي يعني خطوه بخطوه وركزي في الشرح. نروحوا البنات للتزيين الموالي. هنايا نستعمل هذا الناكري سائل ميتاليك مع الغبره. راح نوريكم كيفاش نخلطهم. هنايا عندي الجلوكوز تاعي، الكميه اللي تبقت لي ضفت لها شويه ماء ساخن حركتها مليح، يعني راكم تعرفوا هكذاك ما نقدرش نخدم به. وجبت هنايا القليل دي بول الصغار من عجينه السكر وبقيت هكا نحربل فيهم يعني في اليد تاعي نكور فيهم دي بول الصغار. هذا بالنسبه للورود الصغير، يعني كما راكم تلاحظوا هكا تشكلهم صغار. وعندي هذا المور الرقيق كامل، هذا العقاش يعني باللون الذهبي، كاين هذاك الذهبي اللي يجي برونز وكاين لازم تجيبوا هذاك الذهبي اللي يجي ناصع. بعد اللي نشكل هذو لي بول تاعي صغار نشكل غير بشويه ونخدم البنات. قلت لكم باش ما تنشفش معاكم العجينه نجيب شويه من هذاك الجلوكوز اللي خلطته مع شويه تاع الماء جيتي عندي ما يعني غير باش يعني كانه رانا نديرو في الغراء. اللي عندها غراء غذائي ايضا تقدر تستعمله، ونحطهم مباشره في هذاك العقاش ونبقوا يعني نهزوهم مليح نخلوهم يعني حتى يتلبسوا كامل بهذاك العقاش باش ما تبقاش تبان لنا عجينه السكر. راهي طريقه جد سهله ان شاء الله يا ربي، فقط تتبعوها يعني وتحضروا هذا الورود ان شاء الله وتخدموا بهم لي كوموند يعني كيما هكذاك البنات. وكيما فهمتكم تبقوا غير بالكميه القليله، تخدموا حبات وتروحوا يعني ايضا هادو لي بول وتحطوهم في الوسط. قبل ما تحطوهم البنات تجيبوا يعني البانسو تاعكم ايضا هذاك الجلوكوز اللي خلطناه بشويه تاع الماء ساخن، يعني راه يساعدني هنايا في الاستعمال. قلت لكم اذا كان خليتوه كيما يكون جامد ما تقدروش يعني تخدموا به، فقط النقاط في الوسط باش يثبت لنا كانه غراء غذائي. اذا ونحطوا هذوك لي بول تاعنا نضغطوا عليهم حاجه خفيفه البنات، يعني راكم تشوفوا كيفاش راني نخدم فيهم برفق. حاولوا يكون عندكم الصبر باش تخرج لكم النتيجه تكون رائعه.
ونقطه مهمه ايضا باش تكون الخدمه تاعنا نقيه مفينيه، هذيك لا مايزينا اللي رشيتها يعني يبقوا لي شويه هكذاك. يعني نجيب هذاك الفرشاه تاعي ولا البانسو هذاك تاع الريشه يكون ناشف مليح، ونبقى ننفض في كل هذوك الزوائد غير باش تجينا هذاك المنظر شباب تاع الورود تاعنا. بالنسبه لهذاك الحواف اللي يعني نديرهم بالناكري، استعملت قلت لكم ناكري ميتاليك سائل مع الملون، عفوا مع الناكري الغبره الضوغي. يعني انا جبت لكم حاجه اقتصاديه، تقدروا البنات تستعملوا هذا الملون. راه يعني عفوا البنات راني نقول غير الملون، عفوا الناكري هذاك السائل اللي يدير 75,000 65,000، يعني غالي، لكن يعني يكون افضل وافضل لو كان تستعملوه، لو كان يكون متوفر عندكم. اذا ما كانش متوفر عندكم استعملوا كما استعملت انا هنا. بعد اللي نشفوا لي الورود، الحاجه المليحه بزاف في هذا الورود البنات انهم بعد ساعه ولا ساعه ونص ينشفوا لكم مليح. يعني ننزعوهم غير برفق، ونجيبوا بانسو يكون الشعره تاعه رقيقه، نبقوا نغمسوا في هذاك الناكري. قلت لكم خلط ميتاليك سائل مع هذاك الناكري الذهبي، هذاك اللي يدير 10,000 البنات ولا كان اللي يدير 7,000، يجي لابوتي تاعه صغيره كما وريتها لكم، ونبقى غير في رفق نرسم نتبع على هذوك الحواف اللي اثنيناهم، يعني بليناهم. شوفوا عطاونا هذا الشكل شباب. بعد لكن اللي ينشفوا مليح نبقى نمشي فيهم هذاك الناكري. والبنات يعني ما كي توضعوا هذا الناكري خلوهم عفوا ينشفوا، يعني حوالي ربع ساعه ولا 15 دقيقه يكون نشف معكم. نفس الشيء نديروه بالنسبه للورود الكبيره. الورود الكبيره البنات ايضا درت لها هذوك لي بول، يعني ورمتهم كما شفتوا، لبستهم بالعقاش وحطيتهم كي نشفوا البنات. بقيت ايضا نمشي عليهم باش يعطينا منظر اشبال. وعندي ثاني هنايا البنات عجينه بلون اخر اللي هو بوردو، يعني معروف هذا اللون. انا استعملت البنفسجي مع الاحمر مع رشه من الاسود، حصلت على هذا اللون. هنايا البنات هذه عندي اسبوع في الثلاجه، يعني ولات لي حجر. هذه النقطه بالذات بغيت نشرح عليها البنات، يعني ما تخافوش من هذيك العجينه كي يعني تجمد معكم. غادي رايحين البنات تحطوها في صحن، تبقوا تفتوا فيها وتضيفوا لها عصره تاع ليمون ولا ملعقه تاع جلوكوز، لكن تذوبوها على حمام ماء وتعاودوا تعجنوها، تعاود تولي لكم عادي البنات وتخدموا بها. هنا بغيت نوريكم الملون هذا فروكتا اللي خدمت به البنات. استعملت ايضا معاه السائل، استعملت شعال من اللون كما فهمتكم، يعني رشه من الاسود الازرق والازرق يعني سائل، وايضا قطره من البنفسجي تحصلت على هذا اللون. بعد اللي نشفونا البنات كما راكم تلاحظوا الورود تاعنا يعني تمر عليهم ساعه ساعه ونص، خلوهم حتى لساعتين ينشفوكم، تنزعوهم بسهوله وتوضعوهم في بواط، يعني تقفلوا عليهم حتى تجيكم كوموند ولا حاجه وتخدموهم. ان شاء الله نكون وفيتكم البنات في هذا الفيديو، وبلا ما تنسوني البنات من لاجام والبارطاج هذا الفيديو، فعلوا زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، والسلام.